أهداف مقابل لا شيء. كان ذلك في كأس الاتحاد الإفريقي في نفس المسابقة التي يلعب فيها فريق الفتح الرياضي الرباطي. الكرة ملعوبة من جديد لصالح فريق أولمبيك خريبكا، خطيرة، يمكن التصويب، هدف سمير أيتبي ممتاز جدا، يسجل الهدف الثاني في المباراة. روعة من هذا اللاعب بيسرى ساحقة، ينضاف لوسام البركة ويسجل ثاني أهداف هذا اللقاء. هدفين مقابل لا شيء في آخر اللحظات. من كان يتوقع تسجيل هدفين في هذه المباراة وبهذه الكيفية وبهذه المعطيات؟ يعني الآن فريق الأولمبيك يتمكن من حسم نتيجة هذه المباراة أداء، فرجة، وأيضا نتيجة. شاهدوا معي اللقطة، المرور ثم التصويبة بالرجل اليسرى كما فعل وسام البركة ويسجل هنا هذا الهدف. إذا في هذه اللحظات قلت مشاهدينا يعلن الحكم السيد خالد النوني على نهاية أطوار وتفاصيل مباراة اليوم بهدفين مقابل لا شيء. أهداف وسام البركة وأيضا لاعب سمير أيتبي. نتيجة نهائية هدفين لصالح أولمبيك خريبكا لا شيء لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني. شكر موصول لكل زملائي بالوحدة رقم 6 تقنيين مصورين وكل من صير على